رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم وصفه، بصوا مش قادره اقول لكم من سهولتها وحلاوتها. اول ما هتشوفي الفيديو على طول هتقومي تعمليها. ما فيهاش مكونات، هم 3 مكونات بس، دقيق وميه وخميره. هنعمل بيها السميط التركي التحفه ده، وخليط كده جميل جدا هنحطه فيه، هيطلعوا معانا حاجه تانية. عايزه اقول لكم كده، يعني اول ما هتشوفي الوصفه هتقومي تجربيها بسرعه. اول حاجه في بوله معانا كده هنبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا كوبايه ونص من الميه الدافيه، هنحط عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه، هنحط عليها 3 معالق كبار من السكر، وهنبتدي نقلبهم مع بعض علشان بالخطوه دي نتاكد ان الخميره بتاعتنا شغاله. لو انت عندك كيس خميره ومش عارفه اذا كان الخميره دي تستخدميها تبوظ لك العجين ولا لا، اعملي الخطوه دي عشان تتاكدي ان مفعول الخميره بتاعتك كويس. ضفت كمان ربع كوبايه من الزيت. عملنا مع بعض معجنات دايما بنعملها سهله وبسيطه، ما فيهاش زبده، ما فيهاش لبن، ما فيهاش لبن بودره، حاجات تكون اقتصاديه وفي نفس الوقت تدينا طعم ونتيجه كويسه. سبتها كده 10 دقائق وغطيتها زي ما انتم شايفين، وتاكدت كده ان الخميره بتاعتي شغاله وزي الفل. هنا نبتدي نحط الدقيق بتاعنا. معانا 4 كوبايات من الدقيق. طبعا الدقيق بتاعنا بيكون عرق قوي او دقيق خاص بالمعجنات، ما ينفعش دقيق كحك وبسكوت، ما يكونش دقيق مثلا يعني نسبه الجلوتين فيه قليله، لا ما ينفعش، مش هيديك النتيجه. هينفع بس مش هيديك النتيجه اللي انت عايزاها. فلما بتروحي تشتري بتقولوا له انا عايزه دقيق يكون عرق قوي زي مثلا دقيق الاهرام، دقيق ابو الدهب، في انواع كده هي معروفه ان الدقيق ده بيكون عرق قوي. بعد كده بنحط ال4 كوبايات من الدقيق، يعني ال4 كوبايات دول حوالي نص كيلو كده من الدقيق، تقدري تعملي نص الكميه لو انت لسه بتجربي بقى. بس اوعدك ان انت لما تشوفي الوصفه دي اعمليها، مش هتفشل منك ابدا، هتنجح معاكي من اول مره. يعني بصوا بقى، الشتاء يعني معجنات، يعني ان احنا نشغل الفرن، يعني نشم ريحه الخبيز كده، يعني كوبايه الشاي معاها بقى سميطه معاها، نعمل مع بعض حاجات تانية معاها بقى، فطاير، نوع من انواع الفطاير معاها، بقسماط معاها، باتيه معاها، اي حاجه من الحاجات دي نعمل مع بعض حاجات كتيره ان شاء الله. شجعوني بس انتوا كده باللايك وشير الفيديو. يعني ايه تشيري الفيديو؟ تعملي تبعتي الفيديو لصاحبتك، لاختك، لمامتك، لجارتك، علشان القناه تتعرف. هنا بقى نزلنا العجين بتاعنا كده، احنا ما حطيناش اكتر من دقيق وميه وسكر وخميره، وهم ربع كوبايه من الميه او 3 معالق من الزيت. ده العجينه هيدينا حاجه كده تحفه. اظن المكونات دي كلها موجوده عندنا، مفيش حاجه اشتريناها من بره يعني غاليه. حتى لو الدقيق اكيد بنشتري الدقيق وبنسيبه عندنا، فالحاجات دي كلها متوفره وافضل واحسن بكتير وارخص من احنا نروح نشتريها من الفرن. هتلاقي كيلو السميد دلوقتي ممكن يبقى ب50 جنيه او اكتر، انا مش عارفه بصراحه لاني ما بشتريش فمش عارفه الاسعار. دايما بحب ان انا اعمل كل حاجه في البيت. نزلنا العجينه بتاعتنا. العجينه بتاعتنا هتكون عجينه مقفوله شويه، مش عجينه مفتوحه، يعني مش هتكون بتلزق في الايد، لا احنا عايزينها يكون قوامها متماسك زي ما انت شايفه كده. بتكون بقى نسبه العجن بتاعتنا هنا او مده العجن بتاعتنا هنا برضو 10 دقايق، مش اقل من كده، عشان تاخدي النتيجه المضمونه للهشاشه والطراوه، وانها تفضل معاكي مده طويله محافظه على طراوتها. حطيتها في البوله وسبتها لحد ما تضاعف حجمها المرتين زي ما انتم شايفين كده خلاص اتاكدت ان العجينه بتاعتي خمرت، يعني زاد حجمها. مش هنلتزم بمده معينه، مش هنقول وقت معين، علشان زي ما احنا اتفقنا ان كل مكان وله درجه حراره معينه. ممكن اكون انا في المطبخ شغاله وبطبخ، فدرجه حراره المطبخ عندي دافيه، فتخلي الخميره العجينه تقعد معايا تتخمر ربع ساعه بس وتكون بقت جاهزه. ممكن انت لا مش عامله حاجه في المطبخ والدنيا عندك ساقعه جدا، فتقعد عندك ساعه وساعه ونص تخمر، فمش مقياس ابدا. المقياس عندنا ان هو يتضاعف الحجم بتاعها مرتين، على يعني مرتين اكتر من اللي انت حطيتيها في البوله. بعد كده بنزلها عندي على الرخامه، ببتدي ان انا اعملها كور كده. بنقسم العجينه بتاعتنا وزي ما اتعودنا بنريح العجينه عشان تريحنا. يعني ايه بنريح العجينه؟ بعد ما بنشكلها كور بنسيبها على الرخامه 10 دقائق. ليه بقى بنسيبها؟ علشان لما نيجي نفردها ما تعكسناش وتتفرد معانا بسهوله، وتدينا السمك والقوام والنتيجه وكل حاجه احنا عايزينها. مش مثلا بيقول لك كده اللي ما يريحكش ريحه، انت احنا بنريحها وهي كمان هتريحنا. فبنبتدي خدت اول كوره كده قسمتها على جزئين عشان اعملها بقى نشكلها بالشكل المتعارف عليه اللي هو شكل الضفيره. ده بيكون حلو قوي، شكله كمان حلو جدا، وكمان طريقته زي ما انتم شايفين سهله جدا. بنحط الاثنين على بعض، او ضفري بقى اعملي شكل الضفيره. هنا الشكل مش يعني الطريقه اللي انت بتعرفي تتعاملي بيها اتعاملي بيها. انا قسمتها زي ما انتم شايفين كده الكوره على 2. مش حابه ان يكون يعني الحجم بتاعها يكون كبير قوي. انت حابه ان انت تخلي الحجم بتاعها كبير، اعملي الكوره الواحده على يعني افرديها بالطول كده واشتغليها ضفيره واحده. لكن انا حسيت ان هي تبقى عشان الولاد لما يجي يمسكوا الواحده ما يبقوش منها حاجه، حسيت ان هي كده مناسبه ليا.
ممكن كمان طريقه تانية ان احنا بصوا زي ما احنا شايفين كده، مش هنجدلها ولا نضفرها ولا حاجه، بنبتدي نعمل لها فتحه كده وببتدي امط العجينه معايا. هي العجينه بصوا سهله لينه كده حلوه، بتشتغل في ايدك في منتهى السهوله. هعملها الشكل اللي هو البيضاوي ده برده بنشوفه كده في الافران وبيكون حلو جدا. تعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتنا دي، في ليها سائل كده بيتحط فيها عشان يديها القرمشه من بره ويخليها كده تاخد اللون الذهبي الجميل. وكمان هنحطها في خليط السمسم، احنا عارفين قد ايه السمسم مغذي وبيدي طعم حلو قوي. هنا انا معايا كوبايه كده من الميه، حطيت عليها 3 معالق من العسل الاسمر وقلبتهم كويس قوي. بعد كده بقى عندي سمسم ابيض، حابه تخليه محمص، انا كان عندي ابيض مش متحمص، دايما بشتريه كده ابيض وانا احمصه في البيت، فانا خليته ابيض كده، هو هيخش الفرن يتحمص معايا وياخد اللون الذهبي. باخد بقى العجينه بتاعتي دي واحطها في السائل بتاع العسل والميه، هو ده اللي هيديها بقى، هيخليها يعمل لها عمليه الايه، اللي يخلي السمسم يمسك في قلب هيخلي السمسم يمسك في قلب العجينه كويس. بنبتدي بقى نعملهم كلهم بالشكل ده. عندي صينيه بقى فيها ورق زبده، فيها لازم تكون الصينيه عندنا هنا مدهونه كويس جدا بقى بزيت بزبده اللي يريحك، علشان العجينه بتاعتنا بتلزق، فما ينفعش ان احنا نحطها على الصاج مباشره، لان العسل ده لما يدخل الفرن هيكرمل خلي العجينه عندي تلزق، فخدي بالك علشان لما تيجي تطلعيها تطلع معاكي ما تتهريش ولا تتقطع منك. طبعا بقى بخلص كل الكميه اللي معايا، مفيش اسهل تشكيلها، بصوا مفيش اسهل من كده، يعني ما خدتش وقت خالص من الحاجات اللي انت بصي يعني ساعه زمن هتخشي تعجني العجينه بتاعتنا وتشكليها وتسيبيها تخمر وهتلاقيها خلصت معاكي على طول ساعه ساعه ونص، هي بس مده التخمير، انما الشغل فيها سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. ابتدي اخدها كده احطها في الخليط بتاعنا دوت، وبعد كده احطها في السمسم. بجد السمسم بيديها اصلا طعم ولذاذه كده وحلو قوي. هنا بقى حطيتهم كده، كنت حاطه كان عندي ورق زبده فحبيت ان انا احطهم عليها عشان اسهل عليا بس عمليه التنظيف مش اكتر. بسيبهم برضو عندي يخمروا تاني، يعني هنا احنا بنحتاج ان احنا نخمر العجينه مرتين، مره في الاول ومره بعد ما بتتشكل. كنت مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200 اعلى درجه حراره، المعجنات بتخش على درجه حراره عاليه علشان ما تنشفش مني وتستوي وتاخد اللون الذهبي. الاكله بتاعتنا النهارده او السميد بتاعنا النهارده لازم ينفع معاه، ما ينفعش من غير كوبايه الشاي الجميله اللي احنا عملناها مع بعض دي. تعالوا بقى نشوف هنشرب كوبايه الشاي بتاعتنا اللذيذه دي مع ايه، مع السميد بتاعنا اللي احنا عملناه النهارده باسهل ما يكون بكوبايتين من دي. عملنا الكميه الحلوه دي نفطر بقى بيها ونوفر على نفسنا ونتحدى غلاء الاسعار ونعمل كل حاجه في البيت. تعالوا نشوف السميد بتاعنا ونفتحه مع بعض ونشوفه عامل ايه مع بعض، يلا بينا. تعالوا نفتحه كده، بصوا شايفين بقى قلبه عامل ازاي، قلبه قطني جدا وابيض، بصوا حاجه كده خيال. اتمنى ان انتوا تجربوه، بجد تحفه، يعني مش قادره اوصف لكم جماله وحلاوته. بصوا هش ازاي ومقرمش من بره، حاجه كده جنان. تعالوا ندوقه مع بعض ونشوفوا كده طعمه عامل ازاي. بصوا بيقرمش من بره وطري وهش جدا وعجينته مفيش اسهل من كده. تعالوا بقى نشربه مع الشاي، ده يبقى احلى فطار احلى عشاء خفيف. نتحدى بقى غلاء الاسعار ونوفر على نفسنا، ما نقعدش نقول كل حاجه غاليه كل حاجه غاليه، نعمل كل حاجه في البيت وكل حاجه طبعا انضف واحلى من بره كتير. اتمنى ان انتوا تجربوا السميد وان شاء الله هيعجبكم. هستنى تعليقاتكم وارائكم الجميله اللي بتعجبني وتطبيقاتكم الحلوه، ان شاء الله تجربوا الوصفه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.